لك شغلة على الماشي. زماني كنت باللاذقية، كنا أنا وسعد مينا، وأنا وياه لسعد مينا بالمناسبة رفقات من لما كنا أولاد صغار، وبابا والله يرحمه أستاذ حنا مينا طبعا كانوا أصدقاء جدا. فكنا عم نشرب شاي بالماشية بسموها باللاذقية، اللي هي الكورنيش القديم. طبعا. وعتمة كان كتير، واقفين تحت شجرة يمكن عمرها شي 250-300 سنة، معروفة هاي الشجرة. فعلى بسطة شاي عم نحرك هالشاي بالسكر وعم نشرب الشاي، وفي شي مبرغل هيك عم يقرمط مع الشاي. ونحن لما نروح اللاذقية نسترجي نحكي شامي، مع انه كنا نحن اثنين كمان ساكنين بالشام. فورا بنصير بنحكي لاذقي، لانه اذا حدا باللاذقية سمعنا عم نحكي شامي، اجا الشامي شو يا بي يعني بصيروا يتمسخروا علينا، شو يا بي صار شامي على وجه لسانه. عرفت؟ يعني بنحاول انه لا لازم اللهجه اللاذقية لحتى ما حدا يستلمنا. ايوه. عم نشرب هيك ونقرمط. قلت له شو هاد، شو مثل برغل يا رجل؟ قال لي والله ما بعرف. فما في موبايلات بهذاك الوقت، لا معنا موبايلات، بس عم بدلوا الحوار باللاداني يعني. باللاداني. ايوه. قال لي مبرغل الشام. المهم قربنا هيك على غاز، قربنا الكاسات، طلعنا وز طبقة شي 2 سنتي على وشك الكاسة نمل. منين هالنمل؟ طلع في سرب نمل داخل على السكرية عم يغرف سكر، ونحن عم نحلي بالنمل مع السكر. المهم أخذنا الكاستين ومشينا هيك بهالليل، كانت الساعة شي 4، يعني 3:30-4 الفجر. فجأة بمنطقة قريبة من سوق العنابة بنسمع صراخ، الزعيق مخيف. يعني شو بدي يعني زعيق هستيري لمرة يا عم تنقتل يا عم تندبح يا عم يصير شي، يعني بدون توقف ومستمر على دقيقتين. هذا الصريخ عامة شوفي، بعرف الدنيا هيك شعلت وضوية، يعني في شي ما مو طبيعي. فأنا وياه ماشي بالشوارع الفاضية، صرنا نلحق مصدر الصوت، من وين طالع الصوت. رحنا هيك وقفنا على حارة من قريب سوق الصفن. هيك سوق الصفن هذا بصفنوا فيه كتير، يعني اسمه سوق الصفن. فجهات سوق العنابة وقفنا، وإذ في الناس عم تدخل على الحارة، ومبين توقفت لوح تبعها كان شغال من المستشفى الوطني، جايبينها لسيارة الإسعاف، واضح في قصة صايرة. شو القصة؟ ما شو القصة؟ راكد واحدنا شو في بيت مين هون؟ فقلنا على بيت جماعة يعني بنعرفه، ما بدنا نذكر بالاسم. قال والله أم فلان، هي ولادها كلهم شباب بيلعبوا حديد، كل واحد من ولادها هيك عضلاته. فهي ساكنة ببيت لحالها، ولادها ساكنين ببيت جنبه ملاصق لبيت الحجة. وبيت الحجة له فسحة صغيرة مثل البيوت الشامية، بس مو أرض ديار كبيرة، صغيرة هيك، وغرفتها مطلة على الفسحة هاي. قلنا له شو صاير؟ والله ناطط حرامي لعندها، نط الحرامي وفاتح باب اوضتها وهي نايمة الحجة، وحاطة شال حصيقتها وحاططهم على حافة التخت، في التخت له حافة فوق راسها، حاطون حافة التخت. فقرب عم يمد ايده بده ياخد الصيغة، وشه صار فوق وشه تمام هيك للحجة، وهو عم يمسك المباريم بايده. فتحت عيونها الحجة، شافت وهي نايمة، شافت هيك، طلعت بحلقت هيك لقت بوشها وش، وقام صرخت فهي عاد صريخة من الرعبة ومن الصدمة. وقلنا له ايه؟ بعدين طلعنا لقيناهم عم يطلعوها هيك على النقالة، عم يحطوا من بعيد شو عم يحطوها بالإسعاف. قلت له ايه؟ قلت له شو ولادها عم يطلعوها؟ وين اخذينها؟ قال لا ما هي. قال له مين؟ قال الحرامي صار معه شلل. قلت له قوة شل الحرامي من الصراخة. قلت له والله معه حق الحرامي، نحن بعد 5 كيلومتر كنا رح نشل انا بساعتها، فشي طبيعي نشل الحرامي صار معه فالج مسكين، ولاده انقذوه اخذوه على المستشفى. ضلوا عم يديروا بالهم عليه ويجيبوا له فراريج بروستيد ويدلعوه كذا، انعطب بسبب هذا، بسبب صرخة الحجة. نولتنا، الله يخليني، نولتنا يا باسم. ايامك مليئه بالفرح دائما، وان شاء الله بنشوفك دائما على خير ومزيد من القلق والصحه والنجاح. وتحياتنا لروي
وشوفك دائما وأنت مشرق يا باسم. شوفك دائما وانت حبيبنا. مزين لنا هيك، خليليات. مزين لنا حضورنا وحياتنا تسلم. والدراما وكل شيء جميل. شكرا يا باسم. خليلي شكراً. إياك يا أهلا أستاذ. وسهلا.